ورحمة الله وبركاته. معكم يارا مجدي فؤاد الدمرداش. قبل البداية أريد أن أرحب بجميع قامات المجتمع والسادة الحضور وقصيدتي بعنوان هبة السماء للشاعر القدير والكبير أحمد مرسي. أنا من تراب رعته السماء، أنا نبت أرض جوتها الدماء، يعود انتمائي لأصل كريم وما في كلامي أدنى ادعاء. سلوا الدهر عني وعن سيرتي، سلوا الدهر عني وعن سيرتي، يجب إنني قبلة الأنبياء. أنا مصر، أنا مصر والمجد في جعبتي، أنا مصر مقبرة الأدعياء، أنا مصر واسمي قرين العلا، إذا زل غيري أبيت انحناء. أنا سنبلات بها أمنيات، أنا النور والعلم والكبرياء، أنا البدء عند ابتداء الوجود، أنا البدء عند ابتداء الوجود، وأم البلاد وفيض السماء. فكم من غريب، فكم من غريب سعى نحو داري، وكم من مقيم لديه انتماء. أقمت الحضارة، أقمت الحضارة في شاطئي، تنير العقول وتعلي البناء. كتاب كريم من الله يتلى، كتاب كريم من الله يتلى، أيا مصر أرضك فيها العطاء، ألا فادخلوها سلاما أمانا، ألا فادخلوها سلاما أمانا، فمصر من الخوف دوما براء. وأوصى الرسول بأبنائها، وأوصى الرسول بأبنائها، فأجنادها خير جند اللقاء، فلا يخضعون لباغ لئيم، ولا يسبنون إذا البغي جاع، ولا يسبنون إذا البغي جاع. فمن قبل مينا وقفنا رجالا، فمن قبل مينا وقفنا رجالا، نصد الغزاة ونحمي البناء. عشقت ترابك يا مصر دوما، عشقت ترابك يا مصر دوما، وأفديه بالروح يوم النداء. عشقت ترابك يا مصر دوما، وأفديه بالروح يوم النداء. فإن غبت عنك، فإن غبت عنك أهيم بدربي، أناديك صبحا وعند المساء. ولست أداري، ولست أداري عن
شكرا للشاعرة يارا